مساء الفل. أول حاجة مش عارفة أشكركم إزاي على التفاعل بتاعكم مع الفيديو اللي فات، اللي هو إزاي أعرف إن مامتي نرجسية. لأ، استنى هالبس النضارة أحسن عشان ما أصدعش، عشان نسيت ألبسها. أيوه كده. ف أنتم التفاعل بتاعكم كان المرة دي يعني فوق المتوقع، وبجد، بجد استفدت جدًا من تعليقاتكم الكتيرة. وأنا كنت ناوية أعمل المرة دي الفيديو عن الجدة النرجسية، بس بصراحة بسبب التعليقات بتاعتكم وبسبب الأفكار اللي اديتوهاني، أنا ممكن أعمل كذا فيديو عن الأم النرجسية، وبعدين هياخدنا للجدة النرجسية، أو الفيديو ده والفيديو الجاي أعمل الجدة النرجسية. قولوا لي برضه في التعليقات تفضلوا إيه، هل أكمل في الأم النرجسية وبعدين تيجي الجدة النرجسية، والّا أطلع الجدة النرجسية وأرجع تاني للأم النرجسية؟ إيه تأثيرها علينا، أو إزاي بتمارس نرجسيتها علينا؟ طيب، أول حاجة إحنا متفقين إن النرجسية هي عبارة عن اضطراب نفسي ما بيتعالجش، أساسه السيطرة، حب السيطرة. يعني الأنانية وحب النفس دي حاجة، حب النفس المرضي. هو actually بصراحة هُم ما بيحبوش نفسهم، هُم اهتمامهم الزائد بالsatisfaction إن هُم يرضوا نفسهم بطرق ملتوية، وإرضاء من نوع مش من نوع سوي، يعني مش بيرضوا لإن هُم ما بيشبعوش، هُم عاملين زي البير اللي آخره مفتوح، كل ما تدلقوا فيه حاجة الحاجة تختفي، تدخل بقى جوه الأرض بقى تتسرب، يحصل لها أي حاجة، عمرهم ما بيكملوا، عمرهم ما بيكملوا. فهُم كل هدفهم بيفتكروا إن في حاجات معيّنة هتملاهم، وللأسف الحاجات المعيّنة اللي بتبسطهم وقتية، وبيبقى كلّها مؤذية للناس اللي حواليهم. بمعنى إن هُم انبساطهم بييجي من أذى الغير. الأذى في صورة سحب للطاقة، في صورة سحب للموارد اللي مع الشخص التاني، في صورة سحب للقوة بتاعة الشخص التاني، في صورة زي mirroring، أو إن هُم بيعملوا استنساخ لشخصية الشخص اللي بيتعاملوا معاه، بيعرفوا يعملوا كده جدًا زي الsnakes، زي الحربايات والحاجات دي، بيغيّروا لونهم ولمّا بتعجبهم شخصية بيتملكوها، زي الممثلين كده لمّا بيجسدوا شخصية لفترة فيلم معيّن، هُم بيعرفوا يعملوا كده جدًا. الsatisfaction عن طريق إن هُم يتحكموا في الشخص اللي معاهم، يتحكموا في كل حاجة ليها علاقة بيه، بالطريقة اللي يشوفوا إنها تنفع معاه. بيرضوا والsatisfaction بتاعهم بيبقى عن طريق إنهم ممكن يشوفوا ناس متضايقة وقت فرحتهم، لإنهم مركّزين معاهم في مودهم الوحش. فده عن النرجسيين عامةً. تخيّلوا بقى لمّا الأم النرجسية تبقى بتعمل ده مع بنتها، بتمارس ده اللي إحنا قُلناه ده، كمية الشر دي بتمارسها مع بنتها اللي هي مدّياها كل الأمان. البنت مولودة يا عيني دي مامتي، طب يعني دي الحب الأول، دي الارتباط الأول، دي أول حد أنا هاروح له عشان آكل وعشان أشرب وعشان أغيّر وعشان أمّا أعيّط تهدّيني والكلام ده كلّه. فده الdefault setting، يعني زي ما بيقولوا الfactory setting بتاعة البيبي لمّا بتتولد، بتبقى شايفة إن دي الست اللي هتحل لي كل مشاكلي. اللي هي في الأول بتبقى basic أوي، وبتكبر معانا المشاكل بتاعة البيبي الأول، إن هو هياكل ويشرب ويغيّر ويلعب ويتحضن ويتحَن عليه وينام. طيب الحاجات دي في أول حياة البيبي الأم بتعملها. أولًا أنا عايزة أقول لكم حقيقة علمية، حقيقة علمية إن الشخص بيتكوّن شخصيته وارتباطه باللي حواليه وبالذات مامته من أول ما الأم بتبقى حامل فيه. أنتم متخيلين إن الجنين بيتأثّر في تكوينه وفي نفسيته بنفسية أمه وهي حامل فيه، والحاجات اللي حواليها والحاجات اللي بتحصل حواليها وهي حامل فيه.
وده يعني منطقي، علميًا منطقي، لإن حتى دقات قلبها هو البيبي أول حد بيسمع، يعني أكتر حد بيسمع دقات قلبه هو مامته. فأنتم متخيلين الfluctuations والحاجات التغييرات اللي بتحصل، والجنان اللي بيحصل الأمهات العاديين كمان الهرمونز بتاعتهم بتبهدلهم، بتخلّيهم moody جدًا ومش دايمًا مبسوطين، ومش دايمًا المسلسلات جايباهم لنا في الحمل كُلّه سعيد ال9 شهور مستنية البيبي فارغ الصبر. ده مش في الواقع بيحصل، لإن إحنا بنبقى جسديًا تعبانين، بيبقى عندنا مسؤوليات تانية فوق الحمل، إذا كان حتى لو البيبي الأول أو التاني أو التالت، بيبقى عندنا ضغوط، فمش دايمًا بيبقى الموضوع يعني honeymoon في وقت الحمل يعني. فتخيلوا بقى الأم النرجسية وهي حامل كانت عاملة إزاي، يا نهار أسوح! يعني أنا مش عايزة أتخيل الحقيقة. ف ف ف وهي حامل فينا، هي مأثّرة علينا. الأم النرجسية وقت الحمل أكيد بتبقى عايزة كل attention العالم كله يبقى عليها، وسيبكم من البيبي ده، أنا مهم صحتي أنا مهم أنا كويسة والّا لأ، أنتم مالكم بتسألوا ليه على الطفل. أنا باتخيّل طبعًا، يعني ما أعتقدش إن أنا شُفت أمهات حامل نرجسيين، ما صادفتش لسه، يا رب ما اصادفش. ف ف فأنا متخيّلة بالشخصية دي لو طبّقناها على الست، على الضغوط الست الحامل الطبيعية، دي مصيبة سودا، يعني دي عايزة تنفُر من الconnection دي من وهي والبيبي في بطنها. مهمًا بقى هتمثّل أنا مبسوطة جدًا في show كده بيتعمل ما لناش دعوة بيه، إحنا ما لناش دعوة بالshow اللي بيحصل ده، وجوزي حبيبي مدلّعني وأنا حامل والحاجات دي ما لكوش دعوة بيها. فإحنا وإحنا بنتكوّن نفسيتنا عمّالة تكبر مع الانفصام اللي حاصل في مشاعر الأم النرجسية دي. طيب بتتولد معانا، إحنا ما عليناش واجبات، إحنا لينا حقوق بس. البيبي أول ما بيتولد ما عليهوش واجب، لا لازم يسمع الكلام ولا لازم يعمل أي حاجة، هو يا عيني كتلة كده محتاجة اهتمام ورعاية فقط، عمّال ياخد بس. طب هل هي هتحب الconcept ده؟ إن هي هتقعد تدّي وما تاخدش؟ هنا بتبتدي أول هاقول لكم أول إيه، يعني أول فكرة بتتولد وبتتوجد في نفسية الطفلة. إيه بقى إيه هي؟ أنا وأنتِ طفلة أكّلتِك وشرّبتِك ونيّمتِك وكنت بالعب معاكِ، فأنتِ لازم تسمعي كلامي. اللي هو هو حضرتِك كان عندِك option تاني؟ يعني كان في option مثلًا ما تأكّلينيش، طب ما تأكّلينيش هاعيّط وهاموت، يعني يعني ونخلص كلّنا. إنّما أنتِ بتزرعي في دماغي من وأنا صغيّرة فكرة إن كان عندِك option تاني وأنتِ ما اخترتيش تعمليه عشان أنتِ سِت كويسة وأم مثالية. والله العظيم لأ بجد، يعني بجد أنتِ كان ممكن وأنا baby أول ما اتولدت ما تأكّلينيش ولا تشرّبيني ولا تلبّسيني أحسن لبس أنتِ ممكن تجيبيه، ولا تنيّميني ولا تلعّبيني. طب أنتِ جبتيني أعمل إيه؟ ما هو مش فاهمة. دي أول فكرة بتتزرع جوانا، إن حقوقنا الطبيعية اللي ربنا خلقنا بيها، اللي خلق فطرتنا إن إحنا نت ن ن يعني الفطرة إن البيبي في الأول بياخد ما بيدّيش. دي أول هام كده عملتها إيه، هي وصّلتها المعادلة، أنتِ خدتِ فتدّي بقى. ما هو أدّي إيه، ما هو أنا خدت في فترة كان لازم آخد فيها بس، ما أنتِ يعني أنتِ محوّشة لي جمايل، ما مش فاهمة. فهي دي concept اللي عندها، تحويش الجمايل عشان تطلّعها من الجراب وقت ما تعوز تضغط. ف فأول حاجة الفكرة دي إحنا لازم نتخلّص منها، يعني لازم إحنا نفكّر في هذه الفكرة. هل هي بتقول لنا وأنتم صغيرين كنت بأكّلكم واشرّبكم وانيّمكم وأودّيكم مدارس واجيب لكم لعب. طيب هل عندِك option تاني؟ هل كان ينفع ما تودّيناش مدرسة مثلًا؟ يعني مثلًا طب ما هو أنتِ كان منظرِك هيبقى إيه، يعني مش معلّمة ولادِك؟ ما مش فاهمة. فزي ما ادّيتِ أنتِ خدتِ،
انت زي ما اديتي رعايه، انت خدتي قدامها حب الطفله بريء جدا، خدتي قدامها ضحك، خدتي قدامها احضان، خدتي قدامها انك تتفشخري بينا، ولا تتمنظري بصوا بنتي لابسه ايه منين، ولا باكلها ايه منين، ولا في مدرسه ايه. طب ما هو ده كلها حاجات بترجع لك انتي. فاحنا لازم نفهم كونسبت اللي هي بتحاول تزرعه فينا اولا من بدايه الخليقه دي. ده كونسبت مغلوط، ودي حاجه احنا مش مضطرين ندي قدامها حاجه. يعني ماشي، هو ربنا بيقول لنا نرحمهم عشان هما ربونا واحنا صغيرين، حلو، بس هل ده قدامه ذل؟ هل ده قدامه ان احنا نتذل بالموضوع ده، ولا هل قدامه ان الرحمه متبادله، ان انتي رحمتيني زمان وسكتي، فانا دلوقتي ارحمك وابقى كويسه معاكي؟ ما هو الموضوع فيه عدل، لازم طالما جاي من عند ربنا يبقى لازم فيه عدل. قله العدل دي احنا اللي بنخلقها، ربنا ما بيخلقش ظلم، احنا اللي بنخلقه لنفسنا والبعض. فدي اول فكره انا عايزاكم دايما ترجعوا لها، ترجعوا للفكره دي. انا لما بحس بالذنب ناحيه امي عشان هي بتفكرني حتى لا شعوريا، انا مش بقول مش منطقي، حتى ممكن تقولي لا انا بحسش بكده ولا حاجه، ما بتضايق لما بتقول كده. اوكي بتتضايق عشان في كونفليكت، عشان في جواكي صراع، في جواكي حاجه متربيه، ريكوردر عمال يشتغل يقولك دي زمان اكلتك وشربتك، خليكي اسمعي كلامها اسمعي كلامها اسمعي كلامها. فاللي اللي بيوش الوش ده في دماغنا وبيخلي فيه كونفليكت وبيخلي فيه صراع، ده البيبي، الطفله، الانر تشايلد بتاعتنا. الطفله الداخليه دي او الانر تشايلد دي، هي دي اللي عندها سر. السر فيها مش في الادلت، مش في الشخص اللي كبر. يعني الشخص اللي كبر خلاص احنا كبرنا وابتدينا نعرف يعني ايه نرجسيه، وابتدينا نفهم، وابتدينا نتعلم، وابتدينا يبقى عندنا ايه، رأي مختلف عن اللي احنا متبرمجين عليه. هو مين اللي متبرمج؟ مش الادلت، اللي متبرمج هو الطفل، الانر تشايلد، اللي هو عمره ما بيروح، عمره ما يعني هو بيفضل صوت، هو بيفضل هو الريكوردر. زي عارفين الطياره اللي بيسموه الصندوق الاسود بتاع الطياره، هو اللي مسجل كل حاجه. فالطياره اتشقلبت، الطياره وقعت في الميه، الطياره اتحرقت، الصندوق الاسود لسه جواه كل الريكوردنج اللي حصل وقت ما الطيار كان طاير بيها. ده بالظبط اللي بيحصل لنا في اول 7 سنين، احنا بنبقى ريكوردر، صندوق اسود عمال يسجل 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 يسجل. التسجيلات دي بقى بتطفح علينا لما بنكبر وبنتواجه بحاجه عكس البروجرام اللي احنا متبرمجين عليه. فجاه بنفوق، ايه ده، هو انا كنت ازاي بعمل كده؟ ايه ده، طب يمكن اكون غلطانه، طب يمكن تكون هي فعلا عملت، طب يمكن تكون فعلا طيبه وانا ظلماها، طب يمكن طب يمكن. فاول نقطه في الفيديو ده انا عايزه يعني ان انتوا تركزوا فيها جدا، الفكره الاولى بتاعت انا اكلتك وشربتك ودخلتك مدارس وبتاع، وفكره الذل دي، ان دي اللي بيتذل هو البيبي، هو الطفل مش الكبير. فافصلوا دايما، ركزوا ان هو مين اللي متضايق دلوقتي، مين اللي عنده الكونفليكت، هل انا وانا كبيره، ولا انا وانا صغيره؟ البيبي هي اللي عندها المشكله دي. فلما اعرف ان البيبي هي اللي عندها المشكله دي، اكلم البيبي بقى، اكلم الانر تشايلد بتاعتي، اكتب لها جواب، اتخيل ان انا واقفه قدامها في سن معين، السن اللي انا فاكره فيه ان ده كان بيحصل، واتكلم معاها، اقول لها في ايه، انتي بتتذلي او بيفكروكي بحاجات كانت من حقك، دي كانت من حقك 100% من حقك. ما تتخضيش، ما تزعليش، ما تشكيش في نفسك، ما تشكيش ان انتي تستحقي الحب وتستحقي اللي انتي خدتيه، تستحقيه، لان انتي يعني عمرك ما كنتي عملتي حاجه غلط وانتي صغيره في السن ده. يعني اول 7 سنين ايه اقصى غلط هنعمله اصلا؟ ايه اقصى غلطه؟ يعني ما اكلتش الساندوتش بتاعي اللي خدته في المدرسه مثلا؟ ايه يعني بالذات ان احنا يعني الجيل بتاعنا ده ما كانش فيه موبايلات ولا انترنت ولا حاجه، فانا ما في مولاي كما خلقتني، يعني ايه كسرت لعبه، دلقت لبن،
فعايزين نكلم الطفلة اللي جوانا ونفهمها ونقول لها انتي كنتي تستحقي الحب واكتر من اللي خدتيه بكتير بكتير، لان احنا هنتكلم بعد كده ان الحب اللي خدناه ده حب مشروط وحب بروكن مكسر ومفتت، بيسموها في علم النارسيزم حتى بريد كرامبز، اللي هو فتات العيش. احنا خدنا فتات الحب اتفتت لنا كده ايه، وافتكرنا ان ده الرغيف. ده مش الرغيف، ده شويه فتافيت. فلازم نكلم الانر تشايلد اللي جوانا ونقول لها وانتي صغنونه كان من حقك تاخدي اللي خدتيه وزياده كتير كتير كتير، اكتر من اللي انتي خدتيه بكتير، حب وحنيه وحنان. سيبكم من الحاجات الماديه. ف فمش بس فمحدش يذلك باللي خدتيه زمان. محدش يزعلك ويحسسك بالندم او بيحسسك بالجلد، مش الندم، يحسسك ان انتي عندك احساس بالذنب انك ياما خدتي وما بتديش. لا، اللي خدتيه على فكرة كان من حقك واقل بكتير من حقك. فمحتاجاكوا تجربوا ان انتوا ترجعوا للسن اللي انتوا فاكرينه في مرحلة البيبي والأمومة قبل 7 سنين، وتستحضروا الصورة كان شكلكم ايه ساعتها. كنتوا بتعملوا ضفاير ولا كنتوا بتعملوا زي الحصان؟ شعركم كان قصير ولا طويل؟ كنتوا بتلبسوا ايه؟ تستحضروا صورتكم، حتى لو عندكم صورة وانتوا بيبيز يعني في الوقت ده، تجيبوها لو عايزين وتتكلموا معاها وتطمنوها وتفهموها ان اللي بيحصل ده مجرد تأثير خارجي علشان الناس تتحكم فينا، عشان الأم دي تتحكم فينا وتحسسنا دايما بالذنب، وتحسسنا دايما ان هي ليها فضل علينا وان احنا we did not pay back. احنا ما لناش حق في الفضل ده، ما نستاهلش. انت ما تستاهليش اللي عملتهولك زمان. دايما الجمله دي هتتقال، ما تستاهليش. انا عملت كده وانتوا ما تستاهلوش، او انتي ما تستاهليش. لا، تستاهلي وتستحقي كل الحب وكل الحنيه وكل الحاجات الحلوه اللي الطفل من حقه ياخدها. لازم ياخدها اقصى من الام تقدر تديها. اقصى حاجه الام تقدر تديها لازم كانت تديها للطفل ساعتها. فهل هي الام دي ادت اقصى ما عندها؟ اشك. يعني انا كنت شاكك بس متاكده ان ما كانتش دي اقصى حاجه. بالعكس، كان في تقصير، على الاقل لو مش تقصير ظاهري، هو تقصير في الرابطه اللي بينها وبين بنتها، في كميه الحب والحنيه والوصل اللي كان المفروض يتعمل. ف قولوا لي رأيكم كالعادة. بحب جدا مشاركتكم، بحب جدا تعليقاتكم، بحب جدا كل كلمة بتقولوها، وباخدها في عين الاعتبار وبستفيد منكم قوي. بتدوني أفكار كتيرة جدا. وقولوا لي أكمل في موضوع الأم النرجسية وبتعمل إيه، ولا أروح على الجدة وأرجع تاني على الأم. مستنية بجد آرائكم وهاخدها في عين الاعتبار إن شاء الله. كان معاكم ماجي حرفوش لايف كوتش. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.